صباح الخير عليكم. برنامج بداية حكاية. حلقتنا النهاردة عن الصحة النفسية للمرأة في ظل ضغوط الحياة اليومية، وموضوع مهم بيمس كل ست. موضوع بقى شائع دلوقتي، الانتحار، النفسية اللي مش مظبوطة، الناس والسيدات اللي بتسيب أولادها، وده مش صح. المفروض تبقي قوية ودايما عارفين إن المرأة عمود البيت وعمود ولادها، وهي السند لكل حاجة ولكل البيت. فما ينفعش ان انت تتأثري بأي ضغوط مهما كانت، وما ينفعش ان انت تتأثري بضغوط تخليكي تنهي حياتك وتسيبي بيتك وأولادك. النهاردة حابين نتكلم في الموضوع دوت ونوضح وندي قوة للسيدات. النهاردة نحب نرحب الأول. صباح الخير يا جرمين. صباح الخير يا هند. يوم حلو إن شاء الله. يا رب ان شاء الله علينا كلنا. اتفضلي. وسط زحمه الحياه وضغوط الحياه كبيره قوي قوي قوي، ستات كتير نسيت انها ستات، اخذت ادوار كتير قوي، ضغطت عليها ضغط نفسي رهيب جدا. اذا كان بقى ادوار في البيت، الشغل، الاولاد، التمارين، الدروس، المدرسه، وكمان ضغوط الحياه اللي عليها. طيب، خلى الضغوط دي بتبقى تحسسها ان هي مضغوطه قوي، حاسه ان هي في فتره من الفترات وفي نقطه من النقط، انا مين؟ انا فين؟ طب انا دوري في الحياه عباره عن ايه؟ طيب هو انا المفروض ابقى الست والراجل؟ طيب هو انا المفروض ابقى بتدلع زي الستات، ولا ان انا اكون قويه زي الراجل؟ طيب انا اقدر افرغ مشاعري دي ازاي؟ فبتوصل لنقطه من الاتنين، يا اما الضغوط دي فعلا بتضغط عليها جامد قوي وعواقبها ما تكونش سليمه، او ان هي بترجع اقوى وبتطلب المساعده. النهارده ان شاء الله في حلقتنا، حلقه من حلقات الجميله الجامده جدا 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 ان شاء الله، اللي بتهم مش بس السيدات، لا بتهم الاسره كلها. هنسال الاستاذه مروه فتحي، نائب رئيس تحرير روزا اليوسف، الست تعمل ايه ودورها ايه، والمفروض ان هي تخلص الضغوط دي عليها ازاي. صباح الفل. صباح الخير، ازي اهلا بك. حضرتك؟ ازيك يا استاذه مروه؟ منورانا. والنهارده انت معانا علشان انت متابعه الملف بتاع المراه، صح كده؟ تمام. اذا كان في الجريده روزا اليوسف او في قومي للمراه، صح كده؟ تمام. عايزين النهارده نوضح ازاي نعرف ان الصحه النفسيه للمراه سليمه في ظل كل الضغوطات اليوميه، وبعد كده هنتكلم بقى على الانتحارات والحاجات الصعبه دي. تمام، بصي، هو يعني مفيش انسان لا يخلو من الضغوط، سواء راجل او ست. كلنا عندنا ضغوط، كلنا عندنا مشاكل. اللي بيفرق هي طريقة تعاطينا او تناولنا او رؤيتنا لهذه الضغوط. انا كست او كشخص، يعني اعرف ازاي برغم ان انا الضغوط دي مش مؤثره عليا، ان انا عايش حياتي عادي، مهتميه بولادي، مهتميه بشغلي، مهتميه ببيتي، عامله توازن. عندي ضغوط بس عندي امل في انها تتحل، متفائله. ما عنديش مشكله، يعني معترفه بالضغوط دي وبالمشاكل دي، وفي نفس الوقت عايشه حياتي يعني بفضفض، بكلم صحابي، بنخرج، بنتقابل، يعني الفضفضة مهمة جدا، والدعم طبعا مهم جدا. طب ده يعني بالنسبه للمراه العامله، المراه سيده المنزل، الموضوع بتبقى برضو، عندها وقت فاضي شويه. الموضوع ما بيختلفش كتير. حتى لو ربة منزل، هي بيبقى ليها برضو روتين، مهتمة بولادها، بتوديهم المدرسة، بتوديهم التمرين. يعني الموضوع لا يختلف كثيرا. مهتمة بقى بالبيت. وفي على فكرة سيدات كتير هم ما بينزلوش الشارع، يروحوا يركبوا مواصلات ويروحوا يشتغلوا، لكن بيشتغلوا من البيت. فبرضو هتلاقي معظم السيدات ما عندهمش وقت فاضي. فهو بس بتعمل روتين، بتعمل وقت ليها. المي تايم ده مهم جدا جدا. يعني اللي هو ساعة في اليوم أو ساعتين في اليوم، بقى بعيد عن أي حاجة. أنا هاخد الوقت ده بتاعي، ما أنا ماليش دعوة بأي حاجة. مهم قوي. تسيب بقى الزوج هو يتولى المسؤولية شوية. يبقى عندها مثلا وقت تخصصه ان هي تمارس رياضة، تمشي. مش لازم تروح الجيم خالص، ممكن تنزل تمشي، ممكن تمارس رياضة في البيت وهي في البيت من خلال اليوتيوب. تعمل مثلا، تشارك ولادها في ان هم يقعدوا يتكلموا، الأسرة كلها يعني. احنا مفتقدين ده جدا في ظل طبعا ضغوط الحياه. التكنولوجيا والتطور التكنولوجي والضغوط بتاعه الحياه. مفتقدين ان احنا يبقى عندنا وقت الاسره تقعد لمة تتجمع العيلة فيه، والأسرة اللي كانت بتحصل زمان، ونقعد ودي اللي كانت نتكلم. بتحتوي
بالظبط. الاسره، وكل واحد عنده فكر بيقوله، وكل واحد عنده عنده مشكلة طاقه أو عنده بيطلعها. حاجة بالظبط كده. بيقولها. بعيدا عن الأم الشاشات. طبعا طبعا الأم تسأل ولادها أنت يومك كان عامل إيه النهاردة؟ طب إيه المشكلة اللي واجهتك النهاردة؟ الأم نفسها لو عندها مشكلة تتكلم مع ولادها، تتكلم مع جوزها، يبقى في كده نوع من الدعم بين الأسرة وأفراد الأسرة طب احنا وبعضها. لو اخدنا من الحته دي بقى، في ستات كتير دايما بتلاقيها بتضحك ومبتسمه وانا قويه وانا قادره وانا امتى تبدا تقلق ان هي قويه زياده عن اللزوم وجواها بركان؟ امتى تبدا تقلق، وامتى تبدا تتحرك وتعمل ايه؟ تمام. بصي، هي الضغوط عامة لما بتتراكم جوانا بتبقى عاملة زي البالونة المنفوخة اللي هي ممكن تفرقع في أي وقت. عشان كده مهم جدا لأي ست حتى لو هي قوية إن هي تعترف بينها وبين نفسها إنها مضغوطة أو إنها عندها مشاكل، تتكلم مع نفسها، تفرغ تطلعه في شكل كتابة، في شكل رياضة، في شكل إن هي تقابل صحابها أو دايرة الدعم القريبة منها اللي بتثق فيها، تتكلم معاها. تبدأ تقلق لما تحس انها مش قادرة تقوم من على السرير، مش عايزة تتكلم مع حد، مش قادرة تقوم بالأنشطة اليومية اللي هي بتقوم بيها. في الحالة دي ملامح بقى تبدأ اكتئاب؟ تقلق. نعم، ملامح اكتئاب؟ طبعا ملامح الاكتئاب لما حالة الحزن والاكتئاب يسيطروا عليها لمدة أسبوعين بشكل متواصل، يبقى هنا لازم يبقى فيه تدخل، يعني لازم ان هي استشارة حد متخصص، ده لازم وضروري. طيب احنا دلوقتي عايزين نفهم ازاي نعالج مشكله ان الطلاق بيتضر فيه طبعا الاولاد والحياه عموما بتتشقلب. تمام. طيب النهارده حصل انفصال، صعوبه الحياه بينهم وبين بعض، مفيش مشاكل، ده طبيعي. حلو. طيب احنا دلوقتي عايزين نفهم ايه اللي بيدور في المجتمع. النهارده الراجل مش عايز يصرف وبيرميهم، وهي اللي بتضغط، وهي لو معهاش فلوس او مش عامله، او حتى لو هي عامله ومش قادره توصل ولادها للمستوى اللي هم عايشينه فيه، وهو سابهم ومشي وخلاص كده، أنا ما اعرفكمش خلاص. وهو ده اللي وصل اخر حادثه حصلت فعلا في اسكندريه للانتحار. انا طبعا مش مع الموضوع ده خالص، يعني انا مش مع محدش موضوع أكيد ان مع انا الموضوع ده اسيب طبعا. ولادي واروح انتحر خالص. في مليون طريقه انا ممكن احل بيها المشكله. وايه اللي تمام. وصلها لده؟ هو عامة الست أو أي شخص لما بيفكر في الانتحار هو مش عايز ينتحر، هو عايز ينهي المشكلة اللي هو بيواجهها. فلما الضغوط تزيد مع الوحدة مع فقدان الأمل بيبدأ الإحباط والشعور بالعجز يتملك من الشخص، فبيبدأ يحس إن هو خلاص، إن الحياة دي ملهاش معنى، إن مفيش أمل، المشكلة دي ملهاش حل، فبيبقى عايز يتخلص من المشكلة دي في إن هو بينهي حياته. لا بس خلينا، انت كده بتقولي ان احنا لا انت عايز تنهي اي مشكله، روحي بقى لا انا ده بتكلم عن ممكن الكيس. تعمل ايه؟ ما هو انا الكيس بتكلم عن دي احنا عايزين الكيس. نحلها، لاني انا ما ينفعش اسيب الدنيا وامشي. هو مبدئيا اكيد حرام، طبعا، مبدئيا اكيد ان انا طبعا، انهي حياتي دي حرام. تمام. اكيد. فاكيد في مليون طريقه ان احنا عايزين نعرف دلوقتي قوم المرأة بيناقش ايه جوه. هم كلهم سيدات فاضلات، تمام، بيقولوا ايه على الموضوع ده؟ الدنيا ماشيه مع ازاي، او هنوصل لايه؟ هندي حاجه نفسيه للسيدات تمام. تقويهم، كورسات او تدريبات او ولا ايه اللي بيحصل؟ اولا يعني. المجلس القومي للمرأة في مكتب شكاوى المرأة ده مهتم جدا ان اي سيدة عندها اي شكوى من اي نوع، اجتماعية، نفسية، اقتصادية، اي حاجة، بيتوجه للمجلس من خلال المكتب، من خلال الخط الساخن او الواتس او كده. انا طبعا بيروح بشكر نفسه. الموضوع ده، لان كان في مسلسلات رمضان كلها اي عنف، اي حاجه منزلين شورت نمبر بيقول لك لو في عنف او في تهديدات او بالظبط. لازم نبلغ. فطبعا احنا بنشكر جدا القصه دي، وبنشكر قوي ان الموضوع ده مهتمين بيه قوي. عن اي قضيه حاطين لك شورت نمبر. بالظبط. من خلال مكتب شكاوى المرأة بيقدم دعم نفسي وصحي، ويعني جميع انواع الدعم بيقدمه للسيدات. لو اي سيدة حاسة انها يعني خلاص الدنيا جاية عليها ومش قادرة، تتوجه للمجلس القومي للمرأة. في برضو وزارة الصحة من خلال يعني ليها خط ساخن للصحة النفسية ومبادرة عيشها بسعادة. لو حد عنده مشكلة نفسية برضو وحاسس ان هو مش قادر خلاص ومكتئب وان الدنيا سودة قدامه، بيتوجه برضو من خلال الخط الساخن، بيكلمهم. حلو قوي الكلام ده، وحط لنا هيدن على المواضيع دي عشان السيدات كلها تروح. دعم نفسي. وعندنا حاجات حلوه عملها الدوله اهو طبعا. بتدعم السيدات، زي ما رئيس الجمهوريه بيدعم السيدات جدا في كل حاجه، وفي المناصب وفي كل حاجه بتحصل في الدوله، حاطط المراه نمبر 1.
صح؟ تمام. وفي مبادرات كتير قوي في كمان في قوانين الموضوع برضو ده. دلوقتي يعني لصالح المرأة. يعني دلوقتي بقينا مثلا الراجل اللي بيمتنع عن النفقة بيتم منعه من السفر، بيتم منعه في من حوالي 8 حاجات كده بيتم منعه نازل من جديد. من ان هو يطلع الاجراءات الحكوميه العاديه ده حلو قوي الموضوع ده. فدي مهم وايه تاني برضو. قوانين برضو برضو بيبقى في دعم للمرأة من خلال بنك ناصر، اللي هي ما بتاخدش نفقة، هي بتاخد نفقة بشكل مؤقت من البنك لحين انها تتحصل بشكل قانوني، يعني من خلال من نفقة من خلال زوجها يعني طب والستات او اللي ما طليقها. بتشتكيش نعمل معاها ايه؟ ندعمها ازاي؟ نوعيها ازاي ان هي المفروض بصي، هو او اللي عامة خايفه يا جرمين طبعا. تشتكي، او اللي عارفه اللي هو لو اشتكيت هتحصل لي كارثه، هعمل الناس ايه؟ هتعرف هو الموضوع عني، مش شكوى، فاهماني؟ هو او الموضوع مش شكوى هيحصل ايه؟ بالظبط. اديني قاعده الست وساكته مكسوره الجناح دي. وعايشه. هو عايشه الموضوع خلاص. يعني مش شكوى بقدر ما هو ان انا لازم مشاعري ديت اللي جوايا، لان أفرغ. المشاعر لما بتتراكم يعني بتؤدي تنفجر. طبعا بتنفجر، وبتؤدي حتى لمشاكل صحيه. يعني الصحه النفسيه ان ما كانتش جيده بتؤدي لمشاكل صحيه في القولون، في اي حاجه في الجسم، النفس الجسديه. بالظبط. فالحل هنا ان هي بس تفرغ مشاعرها، هي حتى لو مش نوعيها عايزه ازاي تشتكي ده؟ ممكن تكتب، ممكن تتكلم مع نفسها، ممكن اقرب صديقه ليها او اقرب لو كان ليها اخوات اقرب اخت ليها تتكلم معاها. على فكره التفريغ المشاعر يعني ثبت علميا ان هو يعني مش بيحل بس بيقوي. يعني بيقوي الست، بتفضي حاجه جواكي، بيقوي الست بتخلي بشكل كبير. يعني بتطلعي حتى طاقه، حتى لو الكتابه المشكله فعلا، ما الكتابه اتحلتش، أهم بتفرغ حاجة جامد. الكتابة. طبعا تفريغ المشاعر ده مش عايزه مهم تحكي جدا. لحد اكتبي، بس ما تروحيش بالظبط. تنتحري. هي يعني مشكله مش بس ان انا احكي لحد ان هو بيخافوا قوي، ويمكن يكون عندهم حق في فتره طويله. ان هو انا لو هو انت ايه المشكله؟ ما احنا كلنا عايشين. هو انت اول واحده يحصل معاك كده؟ طب ما احنا طول عمرنا كذا. هو احنا كنا عارفين الطب النفسي؟ هو احنا كنا عارفين؟ هو انت بتتكلمي في ايه؟ الكلام السلبي اللي عادي. محدش بيحس بالظبط. بيه ده، اللي هو ما بالظبط. تسكتي، ما تعيشي، ما هتحسي احنا كلنا عندنا أيوة مشاكل. بالظبط. ساعتها ايه؟ عشان هو كده انا مش قويه زيهم؟ بالظبط. عشان كده انا باكد على حته دايره الدعم اللي هي يعني ذات ثقه، اللي انا بثق فيها، اللي هي تفهمني، مش هتحكم عليا، هتحس بيا، يعني هتقدر تدعمني. هتقدر الحاله اللي انا فيها، مش هتقولي، مش هتسمعني كلمه ما معيشي، ما احنا كلنا عندنا مشاكل. دي بقى الكلمه الصعبه بقى، لما هو ما حدش حاسس بيكي فاسكتي بقى، ما كلنا عندنا مشاكل. بالظبط. ممكن نسمع بعض على فكره عادي يعني. بالظبط. من غير نسمع نصايح بعض ومن غير احكام. من غير ما ان احنا نحكم على بعض، لان احنا مش يعني في حل عن الموضوع ده، ومن غير ما احنا ننتقد بعض، ومن غير ما احنا يعني نقول للبعض لا ما انا عندي نفس المشكله، او انا عندي انا كمان او مشاكل. يعلوا على بعض، انا اكتر. بالظبط. يعلوا على طيب دايما بيقول لك كبت المشاعر بيولد الانفجار. والسيدات دايما مشاعرها يعني حساسه، اضعف من الراجل، بتحس ان هي انا تعبانه ومحدش حاسس بيا، فاهماني؟ طيب اللحظه دي نعمل فيها ايه؟ نقول لها ايه؟ يعني نقول لها انت ما ينفعش تعيشي دور الضحيه، ولا نقول لها قومي واقوي وانزلي وشوفي حياتك ومارسي رياضه، شوفي ولادك، انزلي معاهم، غيري جو بيهم، تسندي عليهم، اقوي بيهم، ايه؟ بصي، هو دايما الست لانها بتقوم بادوار مختلفه وكتيره متعدده، وبتبقى عايزه تنجح في كل دور منهم، فبتبقى حاسه بالمسؤوليه دايما ناحيه اللي حواليها، ومسؤوليه عاطفيه زياده شويه. الحل لا، مش ان انا اقعد وافضل متضايقه، لا، اقوي بولادك، واقوي باسرتك، واقوي باصحابك، واقوي بدايره الدعم اللي حواليكي، واقوي بشغلك، واقوي بانجازاتك، اي حاجه، حتى لو انجاز صغير افرحي بيه، احتفلي بنفسك، خليكي دايما فخوره بنفسك. يعني انا دايما، يعني انا قلت يعني في كفايه الاول، لو هي ما بتعملش في حياتها حاجه غير ان هي تربي حتى لو الاطفال، دي بتربي لوحدها ولادها ده انجاز، ان إنجاز انا كبير مطلعه طبعاً. جيل نافع. ام عظيمه تحط بتطلع أهداف. اجيال، وزمان لا وزمان يا للمجتمع. جرمين كانوا قاعدين في البيت. زمان كانوا قاعدين في البيت وبيربوا ولادهم، كمان والغدا الساعه دلوقتي 1:30 والدنيا بالظبط. امان، وبنقعد مع بعض وبنقعد مع بعض، وبنتكلم. وتقوم تخلص كمان حاجات دلوقتي المنزل. التربيه في ظل سباق. مش السباق، كمان في تحديات كتيره بقينا التكنولوجيا نعيشها. اثرت التكنولوجيا على في حد دماغ ذاتها الناس، او تقول لك اشمعنى ده دي او تحدي ايه كبير، او ايه، المقارنه طبعا. يعني هو التكنولوجيا اثرت. فان انا لما اربي ولادي في وسط هذه التحديات واطلعهم ده تحدي لوحده. ناس، يعني اشخاص صالحه في المجتمع، ده نجاح كبير وتحدي في حد ذاته، يستحق ان انا ابقى طب هو مبسوطه انا صح اقعد بنفسي. اقول لها لا خليكي قويه، لا خليكي قويه، ما تظهريش ضعفك،
خليكي قوي، انت اقوى من كده، هو انت بتعملي كده انت اقوى من كده، ولا ان انا اديها دعم احسسها ان هي قويه من غير ما اقول لها ده. لا طبعا، اديها دعم من غير ما احسسها ان انا قويه، لان برضو يعني في نماذج كتير لسيدات اللي هم بيبقوا عايشين بقى انا قويه، انا ما بنهزمش، انا ما بتكسرش، انا مش عارفه ايه. فبتلاقيها من كتر ما هي شايله فوق كتافها وعايشه دور البطوله والقوه، بتلاقيها فجاه واحده وقعت وخلاص. فلا يعني احنا نعترف مش لازم المثاليه دي، مفيش حد مثالي. مفيش. انا اكيد هبقى مقصره في حاجات، بس عندي مواطن قوه في حاجات تانية استغلها. بنكمل بعض. بالظبط. طب احنا دلوقتي بنتكلم بقى عن المرأة المنفصلة، المرأة المتزوجة، تمام، بيبقى لها زوج ساعات بيدعمها. برضه احنا مش هنتكلم على الجزء السلبي بس، خلينا نتكلم على جزء ايجابي. في رجالة بتدعم المرأة، بتساندها، بتساعدها. ده حقيقي. يعني مش كله وحش ومش كله حلو، خلينا نتكلم في برضو الحتة الكويسة اللي بتدي دعم وبتدي إيجابية في الحياة. ففي رجالة بتساعد وبتدي دعم وبيعدوا المشاكل وبنجمع الأسرة وبنخلي الدنيا زي ما بتقولي كده إيه، حياة سعيدة رغم ضغوط الحياة. تمام. بيعرفوا يكبروا دماغهم. إيه؟ وبيعرفوا يكبروا دماغهم. وبتعدي. بيعدوا. فإحنا محتاجينك النهاردة تدي برضو دعم ونصيحة للأسرة المثالية، هنقول المثالية أو انا عايزه الناس بس اللي اكد لما على بيتهم. حاجه هنا، عايزه اكد على حاجه هنا ان الراجل هو كمان ليه دور طبعا جوه طبعا الاسره. طبعا، عمرنا ما مش مجرد هننهي ان هو لا لا، بيصرف عليه خالص، بيشتغل مش وبيصرف بنك، لا بس. لا لا خالص هو مش خالص ATM، طبعا. لا، هو ليه دور في تربيه الولاد، ليه دور في هو يوديهم التمرين ويذاكر لهم ويدخل يعمل اكل. ايه المشكله؟ ولو هي تعبانه هو في ناس كده يساعدها. فعلا. في ناس احنا طبعا كده. احنا لا، في ناس بجد كده. بجد احنا بنشكر اي راجل بيساند بيته ومراته وحياته، وقد ايه انت بتفرق في حياة ابنك او بنتك. ولادك دول انت السند ليهم. البيت من غير اب طبعا ما ينفعش، ومن غير ام طبعا برضو ما ينفعش. انا وأسوة بالرسول صلى الله عليه ولادي وسلم. التمرين بلاقي اباء بيودوا ولادهم التمرين. بشوفهم. انا بيتهيألي ان هو ده الطبيعي. عادي. ان هو ايه المفروض المشكله؟ يعني حتى لو رحنا اباء احنا الاثنين. بيجيبوا ولادهم من المدرسه عادي، على مش فكره لازم جميل، لو الام. رحتوا انتوا الاثنين هيبقى هتبقى في حاجة حلوة فرصه، قوي. انتوا قاعدين مع بعض، بص بالظبط. الولد بيعمل ايه، بص طب نشرب حاجه، هيبقى ومراحل في حياتنا شايفينها مع بعض. بالظبط. مراحل حياتك اللي انت بتربيهم بيكبروا قدامك، مش عيب. هو بس مره واحده الراجل هيقول ايه ده دول كبروا. كمان امتى في كبروا؟ ابهات، في اباء بيذاكروا لاولادهم يعني بيقسموا بينهم يعني الراجل والست بيقسموا المواد، كل واحد شاطر في ايه ويذاكرها للاولاد. يعني كل واحد في حياتنا وفي بيتنا، اذا كان اب هو عمود البيت، اذا كانت ام هي العمود التاني بتاع البيت، تكامل. او أنا انتوا عايزة هنا الاثنين بقى- عمود واحد في عايزه هنا البيت. بقى اكد تكامل. على ان الست او الام هي اللي بتطلع ابنها كده، ان هو بيشارك من برافو. وهو صغير. تبدا تربيه ان هو يشارك في البيت، ما يبقاش قاعد حاطط رجل على رجل ويقول لاخته هاتي لي كوبايه صح. ميه او حضري لا لي مش طبعا عارفه ما ايه. لا، بقاش فيه. ايوه هو طبعا. يشارك في البيت وينزل يجيب المستلزمات طلبات. بتاعه البيت ويشارك. بس على فكره اللي انت بتقوليه ده نابع من اللي هو بيشوفه في البيت، دور بالظبط. البيت. انا أيوة. شايف بابا وماما بيساندوا بعض وبيساعدوا بعض حتى في اصغر الامور، فانا هعمل كده في بالظبط. بيتي، هعمل كده، هنزل مع مامتي انا اللي هجيب الطلبات، هنزل مع بالظبط. مامتي انا اللي الطفل هساند دايما اختي بيقلد ومامتي. من وهو صغير. انا راجل من وانا صغير. بالظبط. فلما دايما يلاقي الأم بقى قدوة هي اللي عليها الموضوع ده. بيلاقي قدوة قدامه من الأب والأم، بيطلع أكيد بيقلدهم فبيعمل زيهم. وعايزين برضو نقول ان التجمع العائلي اللي احنا نسيناه في ظل الظروف، كل واحد ماسك الموبايل تكنولوجي. قاعد على الموبايل، لا بنسمع تيتا ولا جدو ولا بابا ولا ماما، احنا قاعدين على الموبايل بنلعب جيم، يا بنقعد وما بناكلش فاتحين مع اي بعض. لا، حاجه ريل المناسبات وبنقلب. الاجتماعية. بالظبط بالظبط. دلوقتي غياب الاسره في المناسبات الاجتماعيه بالظبط. بقى صعب لدرجه ان احنا عشان بنكتب كده ممنوع من زمان قوي، ممنوع الاطفال دي. طب يا جماعه لما نبقى لو احنا ما عودناش الولاد من هم صغيرين ان هم هيقوموا بالحاجات الاجتماعيه دي، لا ده احنا هنروح لتيتا، لا احنا لا هنروح طبعا. لكلنا. وان احنا في كمان مش لما عارفة إيه. نروح لتيتا وجدو نقول لهم مفيش موبايل في الوقت مفروض. ده، احنا عشان قاعدين مع نبقى بعض، قاعدين احنا مع جميل. بعض. دلوقتي احنا رايحين لمة العيلة، لا لمة العيلة دي حاجة مهمة جدا. ده لو حاجة رجعوا يروحوا. تجمع وترابط اسري. بالظبط. عمتي وخالتي وماما وتيتا وجدو، بنشوف بنعامل بعض ازاي، ناكل اكلة حلوة، نقعد نضحك نقعد ضحكة مع حلوة. بعض كل يوم نضحك، جمعة زي نلعب، زمان.
حتى كمان الاسره الأطفال الصغيره مع بعض. نلعب مع بعض، مش لازم نلعب، مش لازم نستخدم الموبايل، ممكن نلعب الالعاب بتاعت زمان، كوتشينة، الكوتشينه، دومينو. حاجات السلم المصري والتعبان. دي. السلم والتعبان. ايوه ايوه بالظبط. الحاجات اللي هي بتاعتنا. بتاعتنا، ايوه طب بالظبط. الأثر النفسي على السيدات بالذات من بعد موضوع الانفصال أو الطلاق، وخصوصا لو الموضوع كبر ودخل في نفقة ودخل في محاكم ودخل طبعا في موضوع الرؤية والكلام ده كله، بيعمل عليها ضغط كبير قوي. هو طبعا برضو بيعمل على الطرف التاني ضغط، بس يمكن الضغط بتاع السيدة بيبقى أعلى. آم، نديها نصايح تعمل ايه علشان ما تبقاش داخلة في الدوامة دي وما تعرفش تخرج منها. بصي، هو طبعا الانفصال ايا كان نوعه، سواء طلاق او خلع، هو بيسبب ألم نفسي للست كبير جدا، لانها بتبدأ تفكر بقى في مسؤوليات. طب انا هعمل ايه؟ طب تمام. الولاد هربيهم ازاي؟ هصرف عليهم ازاي؟ طب المستقبل هيبقى عامل ازاي؟ ضغوط من جميع خصوصا لو هي مثلا النواحي. ما عندهاش مصدر دخل. بالظبط، ضغوط من جميع النواحي. ان كان لو ما عندهاش مصدر دخل، على فكره دلوقتي برضو الدوله من خلال مؤسسات كتير بتوفر المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، والمجلس القومي للمرأة بيوفر تدريبات للسيدات اللي هم ما عندهمش مشاريع، ان هم ازاي يعملوا مشروع ويسوقوا منتجاتهم وكل الحاجات دي. فهي حتى لو مش بتشتغل، هي ممكن تعمل مشروع من البيت، تبقى بتراعي ولادها وفي نفس الوقت برضو حلو بايه، أوي. بتكسب. لان التمكين الاقتصادي للمرأة في العصر ده مهم مهم جدا جدا. جدا جدا. استاذه مروه، انت النهارده اديتي نظره تفاؤليه جدا أوي. للمراه. تمام. واحنا بنرحب بيكي في وجودك معانا وتعبك معانا، وبجد يعني من اميز الحلقات، لان احنا بنحاول نساند، مش هنقول المراه، الاسره باكملها. تمام. لاني الاسره باكملها بنطلع جيل نافع وجيل تقدري تعتمدي عليه. وبنشكرك، شكرا ليكي قوي قوي. وفي شكرا نهاية ليك. حلقتنا بنأكد ان الصحة النفسية للمرأة مش رفاهية، لكنها أساس التوازن وفي أي بيت ومجتمع. نشكر جميع سيدات مصر ورجالة اللي بتساند المرأة، وشكرا